انت عارف انك بعد الفيديو ده هيكون عندك محامي بيرد عليك اسرع من شات جي بي تي، والمحامي ده مش بني ادم، لا ده اي، وانت هتعمل كده من غير ولا سطر كود. فحابب اقول لك مبروك، لانك بعد الفيديو ده هتكون فعليا بنيت اول محامي اي باستخدام انت ان ولافابل. المحامي ده بيدخل على المواقع الرسميه في بلدك، يسحب كل المعلومات من الملفات المعقده ويطلع لك الاجابه في ثواني. والاجمد من كده انك تقدر تبيع السيستم ده لاي مكتب محاماه، لانه بيوفر عليه وقت ومجهود ضخم محدش يقدر يتخيله. فلو عايز النظام ده مجاني ليك 100%، اكتب لي بس وما تشيلش هم. فلو مهتم بمجال الاي اي اوتوميشن اعمل لايك واشترك ويلا نبدا وما نضيعش وقت كتير. بساله عن الضرايب، جميل قوي، وجايب له ايه البلد؟ امريكا، الولايات المتحده الامريكيه، وهقول له اهو كده المفروض يشتغل. ارجع لان انا المفروض دلوقتي الاقي الخطوات شغاله. الاجابه اهي، وادي الاجابه. بامانه يعني اجابه قويه جدا. نبني مع بعض خطوه بخطوه من الصفر، حتى لو عمرك ما استخدمت ولا انت ان ولا لافابل قبل كده. طيب ايه لافابل ده؟ انا دلوقتي اول ما دخلت طلب مني ان انا اربطه بالاكونت بتاعي، ربطته بالايميل بتاعي. وبعد ما دخلت هنا ظهر لي شكل عادي، اهو اكني دخلت على تشات جي بي تي بتكلم مع تشات عادي. المفروض دلوقتي بقى انا اقول له انا عايز اعمل ايه عشان يبني لي الواجهه بتاعتي. الواجهه دي اول ما المستخدم يدخل عليها ويكتب السؤال بتاعه، يروح على طول السؤال مبعوث لانت ان المخ بتاعنا، انت ان يفكر ويجيب له الاجابه الصحيحه والموثوقه 100%. وبعد كده يروح باعت الاجابه هنا على لافابل، والمستخدم ياخد الاجابه من غير ما يدوش باله بكل الحاجات دي. طب تعالى اوريك هنعمل ازاي كده من الصفر خطوه بخطوه. بص انا هكتب له كده. طيب ايه اللي انا كتبته ده؟ بقول له انا عايز اب، واقول لك تعالى انا دلوقتي مثلا الانجليزي بتاعي مش اقوى حاجه. طيب انا اعمل ايه؟ عادي انا بروح اترجم. انا بقول له ايه؟ اريد انشاء تطبيق مساعد قانوني بالذكاء الاصطناعي. سيدخل المستخدم شيئين، الاول هو السؤال القانوني الذي لديه، والثاني هو قدرته على البحث عن بلده من خلال قائمه منسدله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اول حاجه المستخدم لما يدخل يدخل السؤال اللي هو عايزه، اي سؤال قانوني هو بيدور عليه، والبلد بتاعته عشان يعرف يديله اجابه منطقيه وموثوقه 100% مطابقه للبلد بتاعته. طيب تاني حاجه بقول له ايه؟ بقول له يجب ان يكون التصميم داكنا وحديثا وبسيطا للغايه. يجب ان يحاكي الصوره المرفقه مع مراعاه التصميم فقط دون اضافه اي مميزات اخرى. ليه انا بقول له كده؟ لان انا دلوقتي هروح ادور على صوره عشان اديها له عشان يحاكيها يعمل حاجه شبهها. طب بص تالت حاجه بقول له بمجرد ان يدخل المستخدم هذه المعلومات سترسل هاتين القيمتين بشكل منفصل في رابط ويب هوك ساقدمه لك لاحقا حتى اتمكن من انشاء الواجهه الخلفيه لهذا التطبيق بلغه انت ان. طيب ده معناه ايه؟ رابط الويب هوك اللي انا بقول له عليه ده اللي هو هيبعت من خلاله البلد بتاعت المستخدم والسؤال اللي المستخدم بيساله. الرابط بتاع الويب هوك ده اللي هيبقى بيربط ما بين انت ان وما بين لافابل. الويب هوك اللي انا بقول له هيبعت لي من خلاله الاجابتين اللي هو البلد بتاعت المستخدم والسؤال بتاع المستخدم. دي حاجه جوه انت ان بتربط انت ان هنا اللي هو المخ بتاعنا بلافابل اللي هو الواجهه بتاعتنا. يعني اول ما المستخدم يبعت السؤال هنا في الواجهه، يروح من خلال الرابط ده على طول مبعوث السؤال والبلد بتاعت المستخدم على طول للمخ بتاعنا اللي هو انت ان من خلال الرابط اللي هو ويب هوك. هتفهم دلوقتي الكلام ده، خليك كده معايا. انا دلوقتي هقول له اللي انا عايزه، وبعد ما اديله اللي انا طلبته منه الحاجات اللي انا عايزها، هروح ادور على صوره عشان اديها له ان هو يستلهم منها. طب تعالى كده انا هجيب صوره منين؟ بص انا رحت كتبت هنا في جوجل نايس لوكينج يو اي فور اب دارك. طب ده ايه؟ بص ظهر لي هنا ايه؟ مجموعه صور كتير، فانا ممكن اختار اي حاجه. يعني مثلا انا شايف ان دي كويسه، تمام. هروح واخد الصوره دي كوبي، واخد كوبي ايمج، حلو، واروح بقى احطها هناك علشان يستلهم منها ويعمل لي حاجه شبهها. استناه الاول يخلص كده، اول ما يخلص اروح باعت له الصوره على طول عشان يعدل فيها. حلو قوي، حلو قوي. عمل لي اهو الواجهه بتاعه التطبيق، خد فيها دقيقه ونص عقبال ما عملها. جاب لي هنا المكان اللي المستخدم هيدخل فيه السؤال، وجاب لي هنا البلد اللي المستخدم هيدخلها. طب حلو. انا دلوقتي المفروض هعمل ايه؟ الخطوه الجايه، المفروض الخطوه الجايه اروح انت ان واجيب الرابط بتاع الويب هوك اللي هو هيبعت لي من خلاله البلد والسؤال على انت ان. طب ما تيجي اوريك انا هعمل ايه. تعالى كده ندخل على انت ان. دلوقتي جيت على انت ان هنا، وقدامي حاجه اسمها اد فيرست ستيب. انا هدوس على اد فيرست ستيب دي، واختار اللي انا قلت لك عليها اللي هو اسمه الويب هوك. دخلت على الويب هوك، انا بحثت على ويب هوك هنا في الشمال وجالي الويب هوك. طب حلو قوي. اول ما دخلت على الويب هوك هنا، جاب لي هنا بص ايه ده؟ الرابط اليو ار ال اللي انا بقول لك عليه ده، اللي انا هديهوله عشان يروح باعت لي على طول السؤال بتاع المستخدم والبلد بتاعت المستخدم. طيب بس انا عندي هنا مشكله بسيطه. هي عندي هنا معموله ايه؟ جيت. انا مش عايزها جيت، انا هعملها
بوست. طب ليه هعملها بوست؟ بوست امن بكتير، هي بتبقى امن من جيت بكتير. وبوست، بص هقول لك على حاجه، اعتبر بوست دي ان انا الاجابه اللي المستخدم بيدخلها بتوصل هنا ل ان في ظرف مقفول، فهي امنه اكتر. يعني الاجابه اللي المستخدم بيدخلها بتوصل هنا في ظرف مقفول زي ما بقول لك، فهي امنه اكتر بكتير، امنه جدا. وكمان تقدر تشيل بيانات ومعلومات اكتر بكتير من جيت. فانا هعملها ايه؟ بوست، واروح واخد الرابط اليو ار ال ده. تعالى كده معايا. بص انا هروح للافابل دلوقتي واديله الكلام ده، وهقول له ده انا هبعت لك هنا الرابط اليو ار ال اللي انا عامله بوست ريكويست، اللي انا هناك غيرته من جيت خليته بوست، وبقول له خلي شكلها احلى وشكلها مودرن اكتر، علشان شكلها احلى، شكلها عصري اكتر، عشان انا بصراحه حاسس ان الشكل ده مش اقوى حاجه. كمان هديله الصوره اللي انا رحت جبتها دلوقتي عشان يستلهم منها، ونشوف هيطلع لي ايه. اول حاجه دلوقتي هروح اجيب الرابط الويب هوك، هدخل هنا في init in، انا عامل بص ال http method post، هروح دايس هنا اتاكد ان هنا بص مكتوبه post، اروح دايس هنا، هروح معمل له خلاص كوبي اهو، بيقول لي URL copied، هروح جاي هنا عند lovable واروح حاططها له هنا. تمام كده بقى عنده الرابط اللي هيبعت من خلاله. وحاجه بسيطه كمان، هديله الصوره اللي انا عملت لها كوبي اهي، هي دي الصوره اللي انا رحت جبتها من جوجل، وهبعت له الكلام ده. كده خلاص خلص اول حاجه عملها رابط اهو، كده خلاص خلص اول حاجه عملها رابط الويب هوك اللي انا اديته له بانت ان. تاني حاجه استلهم من الصوره اللي انا اديتها له عشان يعمل لي الشكل ده. طب تعالى كده اساله سؤال. انا دلوقتي بساله، بقول له ايه؟ بساله عن الضرايب. طب تعالى كده اختار البلد. انا هنا هتلاقي عندي بلدان كتير جدا، انا هختار مثلا يونايتد ستيتس. حلو، جميل قوي. بس انا دلوقتي خلاص اهو اخترت السؤال، انا دلوقتي خلاص كتبت السؤال، اخترت البلد، المفروض دلوقتي اهو اقول له يديني الاجابه. بس في حته بسيطه انا لو ما عملتهاش كل ده مش هيتنفذ. انا هرجع هنا لانت ان، وعندي اهو رابط الويب هوك بتاعي، هلاقي حاجه هنا اسمها ايه؟ listen for test event. listen for test event دي اول ما بدوس عليها كده خلاص هو بيبقى جاهز يستقبل اي معلومات. لو انا ما دوستش عليها وبعت السؤال هناك مش هيتبعت هنا. ليه؟ لان هو مش جاهز يستقبل اي معلومات. انا دوست عليها تمام، اتاكد ان انت دوست عليها. هروح هناك بقى للافابل واروح باعت السؤال، هتلاقي السؤال ظهر في انت ان اهو. بص السؤال اتبعت بنجاح، هلاقي السؤال ظهر في انت ان هنا في ثانيه. طيب ايه الحاجات اللي هنا دي كلها؟ الحاجات دي هنغطيها قدام ان شاء الله باذن الله لما نشرح الويب هوك ده كله بالتفصيل. فلو عايز فيديو كامل عن الويب هوك ده بالتفصيل بكل حرف هنا فيه اكتب لي في الكومنتات. تعالى بقى كده ننزل ندور، احنا هما حاجتين بس اللي اهم حاجه عندنا، السؤال والبلد. اهو السؤال اهو جاي هنا question، والبلد الكانتري جايه هنا. جميل قوي، حلو قوي الكلام ده، حلو قوي. انا دلوقتي خلاص جالي البيانات اللي انا عايزها، السؤال والبلد. ايه الخطوه الجايه؟ انا المفروض دلوقتي اخرج وابعت بقى الكلام ده لشات جي بي تي عشان يجاوب عليه. بس قبل ما اخرج وابعت لشات جي بي تي الكلام ده، في خطوه مهمه جدا لو ما عملتهاش هضيع وقت كتير، وكل شويه مش هضمن ان النتيجه هتمشي معايا صح. ايه هي؟ هتلاقي هنا علامه كده شبه الدبوس، دوس عليها. ده حاجه اسمها بن. البن ده بيثبت المعلومات هنا. اول ما المعلومه توصل هنا وانا عملت لها بن خلاص هي اتثبتت. مش كل شويه هحتاج عشان اجرب. انا دلوقتي وانا ماشي هبقى محتاج كل شويه اجرب اشوف انا ماشي صح ولا غلط، اشوف انا ماشي صح ولا غلط، وادوس اكسكيوت ورك فلو. اكسكيوت ورك فلو حاجه هنا بتبقى زي ليسن فور تيست ايفنت، دي بتخليني اشوف انا ماشي صح ولا غلط، لسه هتشوفها دلوقتي قدام. طيب انا دلوقتي لما دوست على البن دي، البن دي خلاص ثبتت لي الكلام ده، مش محتاج كل شويه اجرب، مش محتاج كل شويه اروح ابعت السؤال تاني في لافابل واستنى هنا واعمل ليسن فور تيست ايفنت. لا مش محتاج خلاص القصه دي. انا دلوقتي عملت البن، البيانات اتثبتت هنا، مش محتاج كل الكلام اللي جاي. طب حلو قوي. تعالى كده ندخل، احنا خلاص كده جالي السؤال، جالي البلد، عايز بقى اجابه. شايف علامه الزائد دي؟ انا دلوقتي ادوس على علامه الزائد دي وابحث على نود اسمها ايه؟ اوبن اي اي. جالي النود اللي اسمها اوبن اي اي. هفضل انزل 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 كده لحد ما الاقي حاجه هنا اسمها ايه؟ مسج ا موديل. هروح دايس عليها. طيب اول ما ادخل هنا هلاقي اول حاجه هنا كاتب لي credential to connect with. دي معناها ايه؟ دي معناها ان هو عايز مني حاجه اسمها اي بي اي.
الاي بي اي دي، او بص انا هدوس هنا كريت نيو كريدنشال، اول ما ادخل هنا هيبقى طالب مني الاي بي اي كي ده. طيب الاي بي اي ده معناه ايه؟ الاي بي اي ده اللي بيخلي التطبيقات تتواصل مع بعضها. اول ما انا اديله الاي بي اي ده بتاعي هيروح خلاص موافق ويقول لي خلاص كمل. تعالى كده اوريك هنجيب الاي بي اي ده منين. انا دلوقتي مش عارف اجيب الاي بي اي ده منين. حلو، انا عندي حاجه هنا اسمها اوبن دوكس. اول ما ادوس عليها دي هدخل ادور تحت، هنزل كده، هنزل، افضل انزل، هلاقي انا بدور، انا بص دلوقتي عايز اي بي اي، هلاقي اهو بص مكتوب ايه؟ اي بي اي كيس. هروح دايس عليها، واول ما ادوس عليها هلاقي هنا حاجه اسمها كرييت نيو سيكريت كي. اروح دايس عليه برضو، وهيقول لي هنا سميه اي اسم. انا هسميه مثلا انت ان. هيطلع لي الاي بي اي كي بتاعي، هروح واخده كوبي كده. بس عايز اقول لك حاجه، الاي بي اي بتاعك ما تدوش لاي حد. يعني عايزك تتعامل مع الاي بي اي اكنه باسورد، ما تدوش لاي حد. يعني انا الاي بي اي ده دلوقتي همسحه قبل ما انزل الفيديو، واروح راجع لانت ان، جاي هنا واروح عامل له بيست، واروح دايس سيف، هعمل لي اخضر، واروح دايس اهو كده كل حاجه تمام اتوصل كده، كل حاجه اتظبطت. جميل قوي. اخرج منه كده، هنا دي سيف. جميل. هيجي هنا بقى عند تاني حاجة الريسورس دي أنا هسيبها زي ما هي تكست، أنا مش محتاج أخليها ايمج أو أوديو أو فايل، لأن أنا بتعامل مع نصوص، أنا جاي لي سؤال جاي لي بلد، فكل ده نصوص بالنسبة لي. برضه الأوبريشن هنا هسيبها مسج أو موديل. تعالى بقى عند أهم حتة هنا، الموديل. الموديل ده أنا لو اخترت الموديل غلط كل اللي هيحصل ده هيحصل غلط. ليه؟ لأن أنا دلوقتي لو اخترت موديل ما بيعرفش يعمل ريسيرش قوي، ما بيعرفش يعمل بحث قوي، هيجي لي معلومات قديمة، هيجي لي روابط مش صالحة، ممكن يجي لي روابط مش حقيقية. فهنا الموديل اللي أنا هختاره لازم أختار موديل بيعمل ريسيرش قوي جدا. طب تعالى كده ننزل مع بعض ندور. أنا كل الكلام ده مش حاسه إن هو بيعمل ريسيرش قوي. لا مش برضه، لا لا. أهو بص أهو، هو ده. بص مكتوب عليه ايه اصلا؟ سيرش اهو، جي بي تي 4 او ميني سيرش بريفيو. جميل قوي، انا هدوس عليه. طيب كده خلاص انا جبت الموديل اللي هيعمل ريسيرش قوي جدا، هيعمل بحث قوي جدا. انا هاجي هنا بقى عند البرومبت. البرومبت انا لما اجي عند البرومبت هنا هلاقي عندي هنا حاجه اسمها فيكسد، حاجه اسمها اكسبريشن. انا هختار اكسبريشن ليه؟ لان انا دلوقتي هحط حاجتين مختلفين، هيجوا لي كل مره حاجتين مختلفين، هيجي لي سؤال مختلف، هيجي لي ايه كمان مختلف، هيجي لي بلد مختلفه. فانا لما اخليها فيكسد هتبقى حاجه ثابته على طول. طب ليه الاكسبريشن احسن؟ تعالى اوريك. انا دلوقتي دوست على اكسبريشن، هدوس على السهم اللي هنا ده. حلو. انا دلوقتي اول ما دخلت انا بقى عايز اعرفه هيعمل ايه، عايز اعرفه ايه الحاجات اللي هو هيعملها بناء على السؤال والبلد اللي جاي له. انا هكتب له الكلام ده. اول حاجه فوق هيبقى عايز السؤال بتاعي، فانا هروح جاي كده عند الويب هوك هنا وانزل ادور فين السؤال فين السؤال فين السؤال. اهو ادي السؤال، اروح دايس عليه كده دوسه طويله، واروح جاي هنا كده حاطه هنا. جميل جميل. تاني حاجه الكانتري اهو، هروح نفس الكلام دايس عليها كده دوسة طويلة، واروح جاي هنا حاططها هنا اهو. بص اديني السؤال ظهر هنا بشكل متغير، ظهر في الريزلت اللي هي النتيجة بتاعتي بشكل متغير، مش فيكسد مش ثابت. بص هنا السؤال جه بتاعي بيسأل عن الضرايب، البلد امريكا. طيب انا بقول له ايه؟ انا بقول له ابحث واديني اجابة للسؤال بتاعي عن بلد محددة، وبرضه اديني اللينك بتاع المصدر اللي انت جايب منه الاجابة. طب انا ليه بقول له اديني اللينك بتاع المصدر اللي انت جايب منه الاجابة؟ طيب بكل بساطة انا لو ما قلتلوش اديني اللينك بتاع المصدر اللي انت جايب منه الاجابة، ممكن يجيب لي اجابة ومش من لينك معين، مش من مصدر معين، جايبها من دماغه او جايبها من اي حتة تانية. طب لو انا قلت له اديني اللينك بس، ممكن يديني لينك ومش مع اجابة محددة. فانا لما اقول له يجيب الاثنين هيضطر يعمل ريسيرش قوي، هيضطر يبحث بطريقه قويه علشان يديني حاجتين، الاجابه والمصدر بتاع الاجابه. جميل جدا. وبقول له هنا اتاكد ان انت جايب لي من مصدر حكومي، من ويب سايت حكومي رسمي ومش من اي حاجه تانية. طب تعالى كده نجرب واعمل هنا اكسكيوت ستيب. جامد جدا جامد جدا. بص ظهر لي ايه اهو، الكونتنت اللي هو الاجابه، جاب لي الاجابه هنا. جامد جدا. ولو نزلت تحت كده شويه ادور على اللينك اهو، جاب لي اللينك اللي هو جاب منه الاجابه. طب تعالى كده اخد اللينك ده كوبي
واشوف هو راح يعني فين الويب سايت اللي هو جاب منه الاجابه ده، لان انا برضو مش عارف فين الويب سايت اللي هو جاب منه الاجابه ده. انا اروح كده ابحث واشوف الاجابه دي جايه لي منين. هو ده، هو جاب لي الاجابه من الويب سايت ده. ده ويب سايت امريكي وهو جايب لي الاجابه منه. المفروض ان هو جايب لي اجابه صحيحه مع اللينك اللي هو جاب منه الاجابه. هو ده الويب سايت اللي جاب منه الاجابه. طب حلو قوي، تعالى كده نرجع ل NetN. حلو قوي، انا كده رجعت ل NetN. انا دلوقتي معايا البلد، معايا السؤال، خليته يبحث عن البلد والسؤال ويجيب لي اللينك من المصدر الحكومي اللي هو جاب لي منه الاجابه، ولحد دلوقتي الدنيا تمام. بس عايز اقول لك حاجه، انا مش واثق في اجابه شات جي بي تي. انا عايز اجابه يعني موثوقه اكتر، اجابه منطقيه اكتر. انا لحد دلوقتي مش واثق في الاجابه. طيب انا هعمل ايه؟ تعالى بص كده. انا هدوس على علامه الزائد دي واجيب حاجه اسمها HTTP request. انا دخلت على HTTP request ده. ايه اللي انا هعمله دلوقتي؟ انا دلوقتي هخليه يفرمط الموقع اللي انا مديهوله ده. الموقع اللي شات جي بي تي جاب لي الرابط بتاعه، هو جاب لي اجابه من موقع معين، جاب لي اجابه من URL معين اللي هو الويب سايت اللي انا دخلت عليه من شويه اللي هو الامريكي. طيب انا دلوقتي عايز ادخل على الموقع ده اعمل له سكرابنج. يعني ايه سكرابنج؟ يعني اخد الموقع من اوله لاخره، اجيب كل حرف فيه. ساعات شات جي بي تي يعني لو في فايل او في ملف في اي حاجه، شات جي بي تي مش هيعرف يدخل جوه الحاجات دي ويطلع لي الاجابه اللي انا عايزها محدده 100%. ممكن تكون سؤال حساس جدا محطوط جوه فايل او ملف جوه الموقع. فانا دلوقتي عايز حاجه تدخل تاخد الموقع ده من اوله لاخره، تاخده بص يعني تجيب او من كل حرف في الموقع. جامد جدا. طب انا هعمل كده ازاي؟ انا هدخل على HTTP request دي، هلاقي اعدادات هنا كتير محتاجه الواحد يظبطها. طب انا دلوقتي ما بعرفش اظبط الاعدادات دي، فهنضطر نستخدم اداه اسمها هنا، هي دي الاداه اللي انا بقول لك عليها، Firecrawl. الاداه دي انا اول ما استخدمها هعمل ايه؟ تعالى اوريك انا هعمل ايه. انا هدخل على الاداه دي. اول ما تدخل عليها هيطلب منك تسجيل دخول. هتعمل تسجيل دخول بحسابك عادي، هياخد معاك 7 ثواني. اول ما تدخل عليها هتروح جاي هنا عند حاجه اسمها هنا فوق هنا دوكس. انا ادوس على دوكس دي، تمام. واول ما تدخل على دوكس دي تروح جاي هنا عند الشمال تنزل كده، هتلاقي حاجه اسمها هنا سكراب. تروح دايس عليها، تروح نازل كده شويه، هتلاقي حاجه هنا اسمها جيسون مود، هتروح دايس عليها برضو. هتنزل هنا كده. الطريقة بسيطة جدا، بسيطة جدا، أبسط مما تتخيل. أول ما تنزل هتلاقي حاجة هنا اسمها CURL. سيبك من بايثون، سيبك من نود دي، انت خليك في CURL. هتلاقي عندك كود. هل أنا كنت لازم أكتب الكود ده؟ لا طبعا، أنا مش محتاج أكتب أكواد. أنا شايف الكود ده، أروح واخده كوبي كده، جاي في NetN، وشايف هنا import CURL دي، ده الكود اللي احنا خدناه. هروح دايس عليها واروح عامل له بيست هنا، حاطط الكود بتاعي اهو. الكود اتحط وكل حاجه تمام. هدوس امبورت، كل الاعدادات دي هتتغير. كل الاعدادات اتظبطت دلوقتي، كل حاجه دلوقتي بقت تمام. بس انا عايز اقول لك حاجه، انا عندي مشكله بسيطه. ايه هي المشكله؟ هوريك دلوقتي. انا كده كل حاجه فوق تمام، كل حاجه مظبوطه، كل حاجه جميله جدا. هنا شايف الفاليو دي؟ الفاليو دي تحتها حاجه اسمها بارل. البارل دي مكتوب عليها يور ار ال، يور اي بي اي كي. طيب اليور اي بي اي كي ده، انا فين الاي بي اي بتاعي؟ مش موجود. انا دلوقتي محتاجه اجيب الاي بي اي زي ما جبت الاي بي اي مع اوبن اي اي لما قلت لك ده حاجه سريه جدا واحتفظ بيه وما تدوش لحد. طيب انا دلوقتي محتاج اجيبه. انا هروح داخل على الاداه اللي انا دخلت عليها اللي هي اسمها فاير كرول دي، وهاجي هنا عند الشمال، هروح نازل كده عند حاجه اسمها اي بي اي كيس، اروح دايس عليها، وهاجي هنا ادوس كريت. حلو، هيطلب مني اسم، انا هسميه مثلا برضو NetN، وادوس كريت كي. اهو عمل لي اي بي اي. اروح واخده كوبي هنا كده، هروح رايح على NetN، وجاي هنا شايف فارق دي، هروح ماسح دي، شايف كده your API key، هروح ماسحها واروح حاطط الاي بي اي بتاعي. بص كده، كده الدنيا صح، كده الدنيا تمام. غلط، الدنيا لحد دلوقتي مش صح. ليه؟ لان بص شايف بارل وشايف الاي بي اي بتاعي، لازم يكون في ما بينهم مسافه. لو مفيش بينهم مسافه كل اللي احنا بنعمله مش هيكمل، مش هتمشي الحكايه.
لازم ما بين parallel والاي بي اي ده يكون في مسافه كده، اتاكد ان انت عامل مسافه هنا. جميل، لحد دلوقتي الدنيا جميله جدا، حلو قوي، ماشي. طيب شايف بقى الجيسون اللي احنا جبناه ده، الجيسون اللي احنا جبناه ده فيه معلومات وهميه. ليه معلومات وهميه؟ لان انا واخده كوبي بيست، يعني مش انا اللي كاتبه بايدي، فاكيد المعلومات اللي فيه وهميه مش حقيقيه. طب انا عايز اخلي المعلومات حقيقيه وعايز اخليه يستخدم المصادر بتاعتي انا. بكل بساطه شايف اكسبريشن دي، هندوس عليها. طبعا انت فهمت ليه هندوس عليها، لان احنا دلوقتي عندنا حاجه جايه لنا متغيره مش حاجه ثابته، فانا السؤال هيجي لي متغير والبلد هتجي لي متغيره. فانا هدوس على اكسبريشن دي واروح دايس على السهم اللي هنا ده. جميل جدا. شايف اليو ار ال ده؟ اليو ار ال ده انا همسحه. ليه انا همسحه؟ لان انا هديله اليو ار ال بتاعي بتاع الويب سايت الحكومي الامريكي اللي انا وريته لك من شويه، اللي هو ده. انا هديله اليو ار ال بتاع الويب سايت ده، اللينك بتاع الويب سايت ده. طب مين اصلا اللي جاب لي اللينك ده؟ لو فكرت معايا مين اللي جاب لي اللينك ده؟ شات جي بي تي. فانا اروح جاي هنا عند الشمال عند مسج موديل، وانزل كده تحت، انزل 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 اهو اليو ار ال اهو من شات جي بي تي من اوبن اي اي. اروح دايس عليها دوسه طويله كده، واروح جاي هنا كده وحطه هنا. هتلاقي خلاص هو بقى الناحيه التانيه تمام كده. هو هيفرمط وهيستخدم اليو ار ال اللي انا مديهوله اللي هو بتاع الويب سايت الامريكي عشان يديني ادق اجابه. حلو قوي كده. خلاص فاضل حاجه بسيطه قوي، حاجه بسيطه جدا. ايه هي؟ هتنزل هنا تحت عند properties دي، هتلاقي هنا company mission. انا برضو همسحها. جميل، انا كده مسحتها واحط بدلها السؤال بتاعي. طيب فين السؤال بتاعي؟ فين السؤال بتاعي؟ ايه ده؟ السؤال بتاعي مش موجود. ما انت عايزك تخلي بالك من حاجه، انت بص على انت في انهي نود. انا دلوقتي في النود بتاعت مسج موديل، فمش هلاقي السؤال بتاعي. راح دايس على السهم ده كده. السؤال بتاعي فين؟ السؤال بتاعي في النود اللي اسمها ويب هوك. فاروح جاي هنا واروح نازل شويه كده لحد ما ادور على السؤال بتاعي والاقيه اهو question. واروح جاي هنا وحطه ما بين العلامتين دول. بس اهو السؤال بتاعي جه وتحول الناحيه التانيه خلاص للمتغير بتاعه. يعني انا دلوقتي جبت اي سؤال هيتبعت هنا هيتحول الناحيه التانيه للمتغير بتاعه. يعني هو مثلا يعني ايه بيتحول المتغير بتاعه؟ يعني انا هنا السؤال بتاعي بيسال عن الضرائب اهو جه هنا على الضرائب. طب انا دلوقتي مثلا بسال عن اي حاجه تانيه، بسال في اي حاجه في السياسه، بسال في اي حاجه في الاقتصاد، اي حاجه هتلاقيه نفس السؤال جه هنا بكل بساطه. حلو قوي. طب تعالى كده نجرب بقى واعمل execute step. اهو كده الدنيا اشتغلت، الدنيا تمام. طيب فين بقى السؤال بتاعي؟ انا عايز السؤال بتاعي باجابته. فانا كده هنزل ادور على الاجابه بتاعتي. انا عايزك بس قبل دلوقتي ما نلاقي السؤال، بص هادي هو ده دلوقتي السؤال اهو بتاعي بالاجابه بتاعتي، وجاب لي اجابه انا متاكد ان هي ادق من الاجابه اللي شات جي بي تي بكتير. يعني الاجابه اللي شات جي بي تي جابها لي دي الاجابه دي ادق منها بكتير. طيب دي الاجابه اللي هو جابها لي، والاجابه اللي شات جي بي تي جابها لي هي ورا. بس انا عايز اقول لك حاجه، ايه لازمه اللي احنا عملناه ده؟ ايه لازمه النود بتاعت اتش تي تي بي ريكوست ده؟ زي ما قلت لك شات جي بي تي مش على طول بيجيب الاجابه 100% صح. يعني بكل بساطة هو ما يعرفش يدخل جوه ملفات معينة جوه موقع، أي ملفات معقدة أو أي حاجات. يعني مثلا ممكن يكون في لينك جوه الموقع، ممكن يكون في حاجات كتير هو ما يعرفش يدخل جوه الحاجات دي ويجيب لي أدق إجابة للسؤال بتاعي. اللي احنا عملناه دلوقتي احنا يعتبر خلينا الموقع ده خدناه كله، جبنا الموقع ده من أوله لآخره. فأي حاجة هنطلبها من الموقع هيطلعها لنا حتى لو دبوس إبرة صغير. طيب دلوقتي اهي الإجابة جات لي،
الاجابه اللي المفروض دلوقتي الاجابه على السؤال بتاعي هي دي دلوقتي، وانا متاكد ان الاجابه دي دقيقه 100% ومن مصدر موثوق اللي هو هنا اهو، ده المصدر اللي جالي منه الاجابه، فالاجابه دي دقيقه 100%. حلو قوي. طيب تعالى كده نخرج. انا لحد دلوقتي كده الدنيا تمام خلاص كده. بص، ممكن اقول لك ان خلاص، بس انا كانت ممكن تجيلي يعني هي الاجابه جايه لي هنا. بص لو دخلت تنزل تحت كده الاجابه اهي ماشي، بس هي جايه لي في شكل ايه؟ جيسون. بص في شكل جيسون هنا. طيب انا عايز الاجابه دي اخدها وابعتها على طول للافابل عشان المستخدم يشوف الاجابه على طول بتاعت السؤال بتاعه. طيب انا هعمل ازاي كده؟ انا هخلي الاجابه دي ازاي في شكل عادي، في شكل طبيعي جدا، المستخدم يشوف اول ما يشوف الاجابه يفهمها على طول. هاجي هنا ورا وهبحث عن نود اسمها ايه؟ نود اسمها information extractor. تعال نبحث على النود دي. انا هبحث معاك دلوقتي كده على النود اللي اسمها information extractor اهي. هي دي النود اللي انا عايزها. حلو، انا دلوقتي دخلت على النود اللي اسمها information extractor، واول ما دخلت على النود دي جاب لي بص اول حاجه هنا كلمه تكست، وزي ما بقول لك بقى انت خلاص fixed و expression. fixed و expression انا عايزك بقى انت تكتب لي دلوقتي ايه الفرق ما بين fixed و expression. ماشي، انا هخليها دلوقتي expression وادوس على السهم ده اللي هنا واحط له حاجه بسيطه جدا. هو الكلام ده انا بقول له ايه؟ ده السؤال بتاعي والاجابه موجوده في الحته دي ماشي، وانا بقول له هنا طلع لي الاجابه بتاعت السؤال بتاعي بس. طيب انا هجيب السؤال بتاعي منين؟ انا اروح اجيب السؤال بتاعي ادور عليه. السؤال بتاعي موجود في النود اللي اسمها ويب هوك. انا ادوس على النود دي وانزل تحت اهو، ادي السؤال بتاعي. هروح شايله كده دايس عليه دوسه طويله وجايبه حاطه هنا، هتلاقيه اتغير الناحية التانية اهو بقى السؤال بتاعي. حلو. طيب فين بقى الإجابة؟ تعال ندور كده على الإجابة بتاعتي. هي الإجابة جايالي فين؟ جايالي من هنا في آخر إجابة جايالي، اللي هي الإجابة اللي أنا واثق منها، اللي هي جايالي من الموقع الأمريكي. جايالي هنا في النود بتاعت HTTP request. اتأكد إن أنت بتدور في النود الصح، عشان أنت لو مش فاتح النود الصح مش هتلاقي الإجابة. فأنا هنزل كده لحد ما ألاقي الإجابة، هفضل أدور. فين؟ أهو. ادي الاجابه بتاعتي اللي جايالي، واروح حاططها هنا، هتلاقي هي الاجابه اهي ظهرت لي الناحيه التانية. حلو قوي. تعالى كده نعمل اكسكيوت ستيب. ما اشتغلش. استنى كده، انا مش مديله موديل. طيب تعالى نديله موديل. هديله موديل هدور على حاجه اسمها اوبن اي اي. هو نفس الموديل اللي انا اديته له، اللي هو ده المخ اللي هو بيفكر بيه. طيب انا الموديل اول حاجه هيطلبها مني هنا، هروح مديله الموديل بتاعه اللي هو المخ اللي هيفكر بيه. هو نفس الموديل، نفس الاي بي اي اللي انت جبته له مع شات جي بي تي من شويه لما قلت لك خلي بالك منه، ده حاجه سريه. بس اللي هيفرق هنا ان انا الموديل اللي هيديهوله مش لازم اديله موديل قوي بيعمل ريسيرش، مش لازم اديله موديل بيعمل بحث قوي، انا اي حاجه هتبقى معاه تمام لان انا مش طالب منه بحث. وهعمل له هنا جي بي تي 4.1 ميني هيبقى تمام. تعالى كده جرب تاني واعمل اكسكيوت ستيب. هتلاقي المفروض كده الدنيا تمام هنا، طلع لي الاجابه كاوتبوت. حلو، تعالى كده هات اوتبوت دي اهي الانسر بتاعتي، والدنيا مظبوطه 100%. اجابه قويه جدا. طيب انا دلوقتي واحد يعني عايز الاجابه دي اترجمها لان انا الانجليزي بتاعي مش اقوى حاجه. عادي. طيب تعالى كده نروح نبحث كده ونشوف الاجابه دي معناها ايه. ده السؤال اللي احنا كنا مترجمينه من شويه، ده الوصف اللي احنا كنا مترجمينه من شويه اللي اديناه للافابل. تعالى كده نشوف ده اهو. بص الإجابة: بالنسبة للسنة الضريبية 2025 تكون الشرائح الضريبية كما يلي: 37% للدخل الذي يزيد عن 356 دولار أعزب. بص إجابة يعني بأمانة قوية جدا، قوية جدا، إجابة قوية جدا. هي دي الإجابة اللي طلعها لي. حلو قوي، حلو قوي. ماشي، دلوقتي انا كده ظبطت كل حاجه وكل حاجه تمام بالنسبه لي. اعمل سيف، كل حاجه دلوقتي بقت كويسه جدا. طيب انا دلوقتي كل ده في ان ات ان، انا هبعت الكلام ده للافابل تاني ازاي؟
انا عايز ابعت الكلام ده للافابل. تعالى اوريك هنبعت بقى الحاجات دي للافابل ازاي. شايف هنا السهم علامه الزائد دي، هتدوس عليها ماشي. وبعد ما تدوس عليها هتروح تبحث عن نود اسمها ريسبوند، هتنزل كده اهي ريسبوند تو ويب هوك. هتدوس على النود دي. النود دي معناها ايه؟ النود دي معناها ان لما المستخدم يبعت السؤال في لافابل ويبعت البلد بتاعته، معناه ان استنى عشان في اجابه جايه. يعني لافابل لازم يستنى عشان في اجابه جايه على السؤال ده. طيب انا هعمل ايه؟ انا هاجي هنا عند ريسبوند دي وهاجي اخليها تكست، لان انا زي ما قلت لك انا بتعامل مع نصوص وتكست والحاجات دي. وشايف هنا الريسبونس بادي ده الاجابه اللي هتوصل. هروح واخد الاجابه بتاعتي من هنا، دايس عليها دوسه طويله كده وحاططها هنا. بس كده، خطوه بسيطه، بس ناقص خطوه بسيطه جدا. هرجع هنا لاول نود عندي اللي هي الويب هوك ماشي، واروح جاي هنا شايف الريسبوند دي، هحط النود اللي انا عاملها اللي هي اسمها ايه، بقول له ايه، استخدم النود اللي اسمها ايه، ريسبوند تو ويب هوك. انا بقول له استخدمها ماشي. كده الدنيا تمام، كده الدنيا مظبوطه 100%. كده مفيش حاجه. حلو ماشي. تعالى بس اروح للافابل اقول له حاجه. انا دلوقتي رجعت تاني على لافابل وهكتب له الكلام ده. انا بقول له ايه، استنى عشان في معلومات هتتبعت لك مع كل مره من النود اللي اسمها ايه ريسبوند تو ويب هوك ماشي. فاتاكد ان انت هتستنى معلومات علشان في معلومات جايه لك هتستقبلها. واعمل لي مكان هنا ليها هيستقبل المعلومات، اعمل لي مكان هنا هيظهر فيه المعلومات اللي هتوصل لك دي من init. طيب انا هقول له الكلام ده وارجع init دلوقتي. هو دلوقتي هيبتدي هو يعمل التحديثات الجديده اللي انا طلبتها منه. انا هرجع init كده كل حاجه الدنيا معايا تمام. اعمل سيف ليا، كل حاجه مظبوطه. طيب انا دلوقتي عشان اشتغل ده عندي حاجتين. لو انا عايز اخلي الورك فلو ده اكتف خلاص وهستخدمه بعد كده على طول، عايز اخليه اكتف على طول وافضل استخدمه كل ما بقى عندي سؤال وفي بلد معينه اساله له، اعمله اكتف من هنا. وعندي طريقه تانية ان انا هجربه دلوقتي مره واحده وخلاص. فهدوس على execute workflow دي عشان يشتغل معايا واجرب دلوقتي انا عايز ابعت له حاجه. بس في حاجه انت نسيتها، احنا عاملين هنا ايه، عاملين هنا بن للبيانات، مثبتين البيانات. فانا لو شغلت دلوقتي هيتعامل مع البيانات دي اللي عندي هنا دي، هيتعامل مع البيانات دي بس اللي انا مديها له، مع السؤال ده بس ومع البلد دي. طيب انا دلوقتي عايز اشيل البن دي ماشي، علشان خلاص كل مره هيجي له حاجه متغيره. انا كنت عاملها مره واحده عشان انا عايز افضل اجرب براحتي. تمام. فانا دلوقتي هدوس على execute workflow وكده هو جاهز. اي سؤال يتبعت له ياخده وبعد كده يفكر بيه هنا المخ في init يفكر بيه، بعد كده يبعت لي الاجابه هناك على لافابل. انا دلوقتي دخلت على لافابل، لافابل ظبط كل الحاجات الجديده ومستني مني السؤال عشان يديني الاجابه بتاعته. طيب انا هكتب له سؤال تاني، مش هكتب نفس السؤال الاولاني. انا بقول له ايه مطالب المواطنه اللي هي ايه مطالب الجنسيه ماشي. فانا هنا كتبت له السؤال هنا، بساله عن المتطلبات وهختار هنا نفس البلد. تعالى مثلا، او عادي ممكن نختار اي حاجه. هات لي مثلا وليكن ماشي، هات لي يونايتد ستيتس. انا هختارها ماشي. واهو هتلاقي الدنيا اشتغلت ورا في init. بص السؤال جه، خده بيفكر بالمخ، بيعمل سكرابنج او فرمطه للموقع اللي هو خده، والاجابه هنا هتلاقيها وصلت لي. واجابه تانية خالص، اجابه تانية خالص، يعني دي اجابه سؤال تاني خالص. تعالى كده ناخدها كوبي. زي ما قلت لك انا دلوقتي مثلا الانجليزي عندي مش اقوى حاجه، فانا دلوقتي هروح واخد ده كوبي ماشي، واروح جاي هنا اهو، وادي الاجابه اهي، جات لي الاجابه وكل حاجه فيها تمام وكل حاجه مظبوطه. طيب تعالى كده اساله سؤال تاني. انا بساله عن الضرايب، جميل قوي، وجايب له ايه البلد، امريكا، الولايات المتحده الامريكيه. وهقول له اهو كده المفروض يشتغل. ارجع لان انا المفروض دلوقتي الاقي الخطوات شغاله اهو، الدنيا تمام. خد السؤال، جاله الرساله عن طريق الويب هوك اللي هو الكوبري اللي انا قلت لك عليه.
راح بحث الاول على الاجابه بتاعت السؤال، وراح جاب لي رابط، جه هنا بعت الرابط بتاعي والسؤال بتاعي عشان يدخل على الموقع ويجيب لي اجابه موثقه اكتر. جه هنا حوله عشان انا الاجابه اللي جايه لي هنا ممكن ما اعرفش اقراها عشان هي جايه لي بصيغه جيسون، وحولها لي هنا بطريقه اعرف اقراها. بعد كده بعتها هنا للريسبوند تو ويب هوك عشان توصل لي تاني في لافابول. تعالى كده ادخل هنا وادخل على الاجابه اهي، وادي الاجابه بامانه يعني اجابه قويه جدا اهو، جاب لي الاجابه هنا اهي، وهتلاقيها هناك وصلت للافابول. جميل قوي، حلو قوي. بس كده كده الدنيا خلاص، ظبطنا الدنيا يعني. بص هو حاجات بسيطه بس قيمتها كبيره، يعني هو ورك فلو مش كبير، ورك فلو بسيط جدا بس قيمته كبيره. بس انا بنصحك نصيحه، لو انت كنت بتتفرج بس صدقني عيد الفيديو وطبق معايا خطوه بخطوه، علشان لما تطبق بايدك مش زي ما تكون بتتفرج بس كده. ودلوقتي انت شفت بعينك ازاي تبني محامي بالاي اي يجاوبك في ثواني، وده كان مثال واحد. تخيل بقى المجالات اللي انت تقدر تستخدم فيها النظام ده، سواء طب، عقار، تعليم او غيره. ولو عايز تكمل معايا الرحله وتتعلم ازاي تبني انظمه زي دي بالاي اي، اشترك دلوقتي عشان احنا لسه في البدايه.